والقرآن العظيم هو أفضل الذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هو كلام الله عز وجل. وعلاج ما في قلوبنا من الأوساخ الذميمة والقبيحة وهو تلاوة القرآن. ما نزل الله داء إلا أنزل دواء، ودواء القلوب كلام الله عز وجل. والقرآن العظيم هو فيه شفاء، فيه الهدى، فيه النور. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ويقول الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. هذا القرآن هو الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبب إسلامه أنه سمع آية من آيات القرآن، وهو قوله قوله بسم الله الرحمن الرحيم: طه ما أنزلنا عليك القرآن، فترك الجهل وفترك الكفر فدخل إلى الإسلام بالقناعة بسماعه من القرآن. هكذا يجب علينا أن نعرف مكانة القرآن وعظمة القرآن وقدرة القرآن، وأن تكون علاقتنا بالقرآن دائما أن يتعلق قلوبنا بكتاب الله عز وجل في كل وقت وحين. نرجو الله عز وجل أن